والله ما تستحيد هذا احمد سلطان، بالله ما تستحيد. ها الفورمه ديالك، ها الكبوط ديالك، ها انت، ها اي والله جاوب رد عليني الصاحب. بالله ما تستحيد تفقد عدد السيورسيس من عارف. ذرة شهامة ما كايناش فيكم، الذرة نتاع الرجلة ما كايناش، الذرة نتاع الانتماء لهذاك الريف. دابا الريف اللي كتدعيوا انكم تدافعون على ملفاته وقضاياه، ها تسيئون اليه والى ابنائه. ها الفورمه ديالك، ها الكبوط ديالك، ها انت، ها اي والله جاوب رد عليني. لا اعطيني، شوف انا جبت لك فيديو كتشطح. ها والشطحه عندك 5 داك الشيء ناضي. قلت لك هذه هي التربيه ديالكم. سلطان اخر كلمه كان وعدك حتى ندبر لك على شي ولد لن تدل لدك الاخر. واش شيتو بعدا، شيتو لشي حد اللي يستاهل بعدا مبليين بالشيتا والحيس لحسوا لشي حد يستاهل بعدا، شي مخابرات اسبانيه، شي مخابرات ديال روسيا، شي مخابرات ديال الامريكان، شي السي اي تشيت لي انا البيستاشيين نتاع خالد نزار. نمشي انا نطلع الاسهم للنظام الجزائري اللي قتل 250 ألف من ولد بلادو، اللي حرق الغابات نتاع بلادو، اللي دار الفضائع والفضائح في بلادو. ويتجمعوا عليك تما سعيد بارسا احمد سلطان بيك يا كازن بيك الجيم ددج ذا الجيم ددج الشميث. دابا مازال ما جيت لهاد الجهه نتاع ناصر الزفزافي وكيفاش كتحاولوا تورطوه اكثر، وكيفاش تاجرتوا بالقضيه نتاعو والقضايا نتاع المعتقلين الاخرين نتاع محمد جلو، الله يطلق سراحهم كاملين يا ربي ان شاء الله. ها وركبتوا على النضالات نتاع الرجال. ركبتوا على النضالات نتاع الرجال ومازال كتستغلوا لي حدود الان. وجاي دابا تقول الانتماء مات الانتماء. وما عارفين والو على الريف، ما عارفين والو، نقسم لكم بالله ما عارفين حتى وزع على الريف، وكيتكلموا باسم الريف. انت ما خصكش تتكلم حتى باسم متر مربع. شتي داك متر مربع فين تزاديتي ما خصكش تتكلم بسميتها، لان داك المتر مربع ما عارف عليها حتى وزع. باش تتكلم على قضيه خصك تكون ضابط، داك الشيء اللي كتكلم عليه دير له لاناليز ديال البيولوجيا، ديال الجيولوجيا، ديال التاريخ، ديال الحضاره، ديال اللغه، ديال اللانغويستيك، ديال العقائد، ديال كلشي. نتوما البلاكه ضرب عين الهيه ما كتعرفوهاش، والتاريخ حابسين في 21. علاش؟ باش تاكلوا الخبز، باش تصروا النظم. خوعران مولاي محمد، خوعران واعكاز. قال له الاخر راه كينتمي للقبيله ديال بني ورياغل، القبيله ديال عبد الكريم الخطابي. هذاك قادر قال له ما يمكنش اصاحبي، سعيد برنوس ينتمي للقبيله نتاع عبد الكريم الخطابي. دابا قادر الشيكور يستغرب من انتماء سعيد برنوس لقبيله بني ورياغل، وهذه المعلومه عطاها له هاد خانه هذا باش الاخر يستغرب، باش الاخر يعجبو الحال. انا مازال جاي عند قادر هذا الذي يستغرب، انا جاي عنده مازال. دابا راني نتلاها مع هاد الجوج ديال السناطح القناطح. والله ما تستحيد هذا احمد سلطان، بالله ما تستحيد. ها الفورمه ديالك، ها الكبوط ديالك، ها انت، ها اي والله جاوب رد عليني الصاحب. بالله ما تستحيد تفقد عدد السيورسيس من عارف. ذرة شهامة ما كايناش فيكم.
الذره نتاع الرجله ما كايناش، الذره نتاع الانتماء لهذاك الريف. دابا الريف اللي كتدعيوا انكم تدافعون على ملفاته وقضاياه، ها تسيئون اليه والى ابنائه، تسيئون اليه والى ابنائه. اما قادر اللي داير فيها بطل، قادر الا غتكلم على حقوق الانسان وغتكلم على الرجله وغتكلم على النظام الشعبي الديمقراطي، سير فتح الملفات نتاع البؤس اللي دارت عندكم في بلادكم، وفتحها بشجاعه قبل ما تشوكر على بني ورياغل. داير فيها راجل شجاع، افتح الملف نتاع 250 ألف جزائري قتلهم خالد نصار وجبار مهنا، واللي بجوج بيهم هاد الجوج هادو تم تكريمهم، ماشي جبار مهنا توفيق، هاد الجوج تم تكريمهم من طرف رئيسك، من طرف هذا النظام الذي تدافع عنه، واللي بالمناسبه ما حضرولوش. هاد الاسئله اللي خصك تطرح قبل ما تطرح السؤال على المغاربه والسلطان والعلوي 1912 وكذا، فتح لي الملفات نتاع معاهده التفنه نتاع الامير عبد القادر. تفهمنا؟ اللي رسخ التواجد الفرنسي في باقي مناطق الجزائر، وجاوبوا هذه الاسئله هذه للجزائريين، وخطي عليك المروك، وخطي عليك هاد السناطيح بجوج، ما غتديو حتى وزه. اذا كنتم تعتقدون الخدام تاع المخابرات الجزائريه، اذا كنتم تعتقدون انكم يعني شنسميها باللغه العربيه كدوروا تلفون وتحومون حول هاد العبيطين بجوج، زعما غديروا شي حاجه، شي انجاز معين، كديروا النبك. فهمنا؟ ما يمكنش تكون عند راجل مصداقيه هو خاين بلادو وكيسب في بنات بلادو وولاد بلادو وكيهاجم بلادو وكيمشي يشيت لوحدين اخرين ضدن في بلادو. هذا ما عمر ترجي فيه الخير، ترجو فيه الخير، ما عمر يكون فيه الخير، بما في ذلك الخير لعائلته ولأسرته ولقريته ولا كاع داك الانتماءات الصغرى نتاعو. جامي ما كاينش الرجله. اذا انا قادر اخطي عليك سعيد برنوس وسول راسك انت على الانتماءات ديالك والقبائل نتاعكم وكذا، وشكون شحال كانوا د الحركه وشحال د الخونه وشحال ديال اللي منكم قتلونا حنا في الريف. فتحوا هذا الملف ديال الجزائريين اللي قتلوا ريافه، وهذاك بومدين اللي جرى على المغاربه اللي منهم 60% ريافه، واللي هاد سلطانه وهاد سعيد بارصة لم يتحدثا يوما على هذا الموضوع ديال الريافه اللي جراو عليهم النظام الجزائري بومدياني العابط. هذه هي النخوه، هذه هي الرجله. الا كنتي كتكلم على ريافه تكلم على كاع اي واحد دار العيب في ريافه تكلم عليه، الا عندك الرجله انت كتعزل. هذا غادي ندير معاه تحالف مصلحي، بز يا التحالف المصلحي، بز يا التحالف المصلحي، بز اش ثغروا مسروا بعث، كولوا الخبز وسيروا تكمشوا، كولوا الخبز وسيروا تكمشوا. قال 60%، نعم سنطوح بن قنطوح، وكثر من 60%، اكثر من 60% ديال هذوك اللي تم طردهم من طرف بومديانكم نهار العيد بالمناسبه. المسلمين تعزعت اللي كتضلوا تشكروا علينا هنا، الاسلام ونحن مسلمون والصهاينه واسرائيل. كاين شي واحد يهودي جرى على اليهود؟ جيبوا لي واحد يهودي جرى على خوتو اليهود من مكان الى مكان. مسلمين يلا جيبوا. هذوك جوج سناطيح حلوا الملف في اللايف المقبل، حلوه على ريافه اللي طردهم بومدين من الجزائر، وحلوا على الجزائريين اللي قتلوا في ريافه في الحرب التحريريه نتاع مولاي محمد. يلا عصبوك الجزائري، ماشي الجزائريين والله ما معصبيني، الجزائريين ما معصبينيش. عرفتي علاش؟ لاني انا كنحترم داك الجزائري اللي كيدافع على النظام ديالو وما كيبغيش شي حد اخر، ما كيبغيش يسبخوه، لان واحد مغربي كيسميوه هما مروكي غيضحك عليهم، ما يديرهاش الجزائري الحر، ولكن الشميت ديالنا كيديروها.
وأنا أستعر منهم. إذا أنا أخلاقيا من حقي نقول لك أنت ماشي ريفي لأنك ماشي راجل. اللي بأنه ما يعطيش الفك في خوه باش يضحك عليه واحد آخر مغربي. غنحترمه رغم اختلافي معه، ورغم أني يعني خصم عنيد مزفت خايب وكنضل نطرز عليهم، ولكن غنحترمه وغنطلع معاه في اللايف وغادي نرافع بقوة، ولكن سأحترمه كخصم راجل شهم. تفهمنا؟ هل من كيقولوا الرجلة وهو طلع دابا واحد السيد ما غاديش نذكر سميتو، هو غير يعرف راسو، جزائري وكيضل ينتقد في الجزائر، ولكن ما يعطيش الفك في خوتو وخواتاتو الجزائريات. وكنحترمو بزاف بزاف. لي زوم سي ان الجيريان اونتي سيستيم في الجزائر، ضد النظام الجزائري، ولكن ما يعطيش الفك في خوتو مهما كانوا او كنا معارضات له وضده، بل وقد يعني يكون منهم من يسبه، ما يعطيش فيهم الفك باش يضحك عليهم واحد مروكي، مع العلم انه يتبنى واحد العدد نتاع القضايا ونتاع الملفات ونتاع الافكار اللي عندها علاقه مع يعني مع الافكار نتاعنا والقيم نتاعنا كمغاربه. يعني كنفكروا بنفس اللوجيك، كي ما يديرهاش الراجل. تعلموا الرجله سلطانه، تعلم الرجله بارصه، فضيحتنا عريف، الكوارثنا عريف. انا يعني شي مرات كنقول استغفر الله يا ربي الحبيب، كيفاش قادر يعني نتقاسم معهم هذا الانتماء لهذه القيم اللي كيضربوها في اللوك دو بكل خسة ونذالة. وما غاديش نسكت حتى ترباو، وإلا ما تربيتوش راني معاكم. حروبات كما قال هذاك، طبيعة ربيعة، حروبات باش تجي انت السنطح بنو قنطح في لايف معك واحد عارفو يعني النظام الجزائري وبيستاشي والمخابرات الجزائرية، وتشكر عليه وتحيد عليه الانتماء للريف وتقول له هذاك باهجة مستوطن. سير قلب على تمركلت الغابي، سير قلب على تمركلت والزاوية نتاع تمركلت أقدم زاوية في المركز نتاع الريف. سمعت؟ سير قلب، وغا السمية تعطيك الخبار، ها سميتي تعطيك الخبار. السمية ديالي عندها على الأقل 3000 سنة، على الأقل، واخا غير 2000 سنة وغير 1000. وسير قرا ابن خلدون، سير قرا ابن خلدون باش معروفين الأمازيغ. قريتو شويه ابن خلدون ولا ما قاريينش؟ اش غتقرا؟ واش غتقرا والاميين اش غتقراو؟ ابن خلدون كيقول المازيغ لابسي البورنوس، معروفين انهم كيلبسوا البورنوس، واكلي الكسكس وحليقي الرؤوس. بقى لنا غير هاد حليقي الرؤوس نحلقوها، شي نهار غنحلقها على ودكم. الكسكس تبارك الله وصل عندي كناكلوه من الجمعه للجمعه، والبورنوس راه سميتي واخا ما لبستوش، وهاد السنطيحه شي نهار غنديرها على ودكم. علي 27 اول انسان عاقل. الحمار 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 البغل، سير قرا على لومو سابيان. الحمار البغل، واش بنات حمار ما كيعرفش في الاركيولوجي، ما كيعرفش شنو هي الانسان العاقل ولومو سابيان؟ غتهضر معاه انت غتناقشوا في التيك توك كيضحك علاش قلت بان المغرب اكتشفوا فيه اول انسان عاقل. هذاك نتاع جبل الايغود لا علاقه مع العلم صاحبي، لا علاقه مع العلم. بلاتي انت فين غادي؟ بلاتي ملي نكون معصب رتب. اش غتناقش انت مع بنادم ما عارفش سيكوا انومو سابيان؟ سير قلب في جوجل الحماره البغل الحيوان الجحش ايا سنوس كما كيقولوا روافه. سير قلب، سير قلب ايا سنوس، سير اومو سابيان وعرف شنو هي الاومو سابيان، شنو الابحاث الاركيولوجيه اللي وقعت. فهمنا؟ واش مازال نزيد شويه ولا بركه؟ وينها الابتسامه تاعك؟ اودي الابتسامه تاعي انا شوف، انا معكم انتم خيل الجزائر المدافعين عن النظام الجزائري، والله ما عندي مشكل معكم. انا هاد الفينيك وهاد الدراي ديال البيستاش وكذا والله ما عندي معكم مشكل. علاش؟ نتوما واضحين باينين خصوم،
وحروبات راها غاديه والعروقات هما غاديين وكنضحكوا وكنطمزوا، ولكن واحد يدعي انه ينتمي معك الى نطاق جغرافي ثقافيين وكيضرب فيك وكيضرب في خوتو باش واحد اخر يعجبو الحال ولا يستافد من داك الهضره. انا بغيت نعرف انا فين منين جابوا هاد الرجله، منين جابوها؟ وزعما كيحترموكم؟ والله جزائري واحد ما يحترمكم. نقسم لكم بالله ونديروا سونداج غنلقاوهم كيحترموني انا اكثر ما كيحترموكم نتوما. فينا هو الشيخ كوكو؟ ما طلبش الجست. وملي كتهضر معاه كيقول لك انا كنتحداك نطلع عندك، باغي تسوق بيا انا. لا انت لا سعيد تسوقوا بيا انا في كذا كذا كذا. شوف راه يفترض انه زعما ما نتكلمش عليكم لانه غير الحديث عنكم راه سوقتوا به، فهمنا؟ لان انتم ما كيهمكمش الكرامه نتاعكم، كتهمكمش الكرامه نتاعكم، والله ما كتهمكم الكرامه نتاعكم. الكرامه نتاعكم شربتوها مع الماء، كيهمكم غير اللايكات وداك الشيء نتاع لي زابوني. لاني شفت انا الناس كيفاش كتسبكم وكتبقاو في اللايف، باش انا بنادم واحد يسبني ونبقى في ذاك اللايف نمشي ننتحر وما نديرهاش. على من كيقولوا الشرف والشهامه، انا واحد يسبني ونبقى في ذاك اللايف، ولا يتهمني ولا يقرب بكلمه واحده نحو اسرتي ونبقى في ذاك اللايف، ينعلبوا الرجله، فضحتوا الرجله، الفضحه مدعكز اشميث بنادم يتاس يتقعد يتقاربك غا فاميليين كشك عاد قشدي نيجي اللايف ني عاد وضحكض الا عندكم شي حاجه اخرى جيبوها، حتى لو كانت بهتانا، حتى لو كانت كذبا، وتقدر تكون كذب وما يهمنيش انا واش كذب ولا ماشي كذب، ولكن غير باش تشم الريحه نتاع الاقتراب من الاسره نتاعك وتبقى في ذاك اللايف انت ماشي راجل، انت ماشي راجل. يسبك بنادم في اللايف وانت باقي في اللايف انت ماشي راجل، فضينا سالينا. اذا انتم اخلاقيا فكريا يعني تيحطوا الدل على الرجله وعلى الشهامه وعلى النخوه وعلى الانتماء وعلى الريف وعلى المغرب وعلى تيحطوا الدل. انا بغيت نعرف، والله الا بغيت نعرف انا في اين تتجلى الرجله والدفاع عن الشرف في هذا الفضيح اللي كديروا في راسكم. بغيت نعرف، بغيت نشم الريحه نتاع النخوه، حتى لو اختلفتم معنا. انا اختلفت مع الرجال ومازال مختلف معاهم، وكاينين هاكا نتاع ريافه ما كنعجبهمش، ولكن الرجال كيختلف معاك ولكن كاباييرو كيعرف شنو هو الاختلاف ويمتى يختلف وكيفاش يختلف معاك وكيفاش يمرر الاختلاف ديالو معاك. كابايرو وكيعرف انه نهار اللي غادي ينتقدك كيعرف بان واحد اخر غادي يستافد براني كما كان منكم رجال. بعدا باش ما تبهدلوش بالاسر نتاعكم، لانه في الاخير انت راه غتمشي وانا غنمشي وواحد اخر غيمشي. السؤال هو شنو خليتي للاسره نتاعك؟ واش غادي تخلي الناس تقول الله يعمرها سلعه والله يعمرها تربيه والله يعمرها اصول، ولا العكس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الاخوان هذا الاخ ديالي كيعيط، غادي نجاوبو، غادي نعاود ندير اللايف من بعد. يلا ريفي موحى ديالنا، اعتقد الا بقيت عاقل. ريف يا اخي سعيد، السلام عليكم. باقي موحى
خي معاد تفضل، الكلمة لك اخويا. خي سعيد اختي نرجس السلام عليكم. انا غير بغيت نقول لك اخي سعيد في مقتطف قصير، المعارضه لها اعراف وضوابط. الصرفاتي رغم كل شيء، رغم السجن، بلاتي رغم محا كل شيء. محا بلاتي نكبر لك الاخر ديالك. تفضل محا. اخي سعيد، بعد السلام عليكم والسلام على اختي نرجس. المعارضه عندها اعراف وعندها ضوابط، والمعارض كيكون له قيم ومبادئ. كاين شي معارض قد المهدي المنجره في المغرب، ورغم ذلك كان وطنيا. وهنا استحضر استحضر اخي سعيد، ابراهيم الصرفاتي رغم كل شيء كان في منظمة الامام، رغم السجون ورغم كل شيء، ولكن لما استدعاه بوتفليقة لزيارة الجزائر قال لا بد من ان استشير الملك الحسن الثاني. اخي سعيد، انا اعارض حقا، ولكن ما نقولش المغربيه دارت ودارت ودارت، حيت داك المغربيه فيها اختي، فيها امي. والريافه ما عمرهم ما كانوا هكا. الريافه ما عمرهم ما كانوا عمرهم ما كانوا كيتعدوا على شي واحد بالعيالات. حنا سعيد، انت عارفه سعيد، كنا كنجلسوا نقارس في اجتماعي نتنجى. لا اخي سعيد، دابا ولينا داك المغرب ديالنا باش ناديو داك المغربي، حيت ما قدناش ناديو غنمشيو ليه عند حكا. المغربيه راه دارت ودارت ودارت ودارت، المغربيه راه هنايا راه هنايا راه هنايا. والله يا اخي يعني غريب. وثاني حاجه، انا كنعرف النضال اخي سعيد كيكون من الداخل ماشي من الخارج. انا اتحداهم هادو اللي كيهضروا يقولوا لنا ولا يوم يهدروا لنا ولا لا يوم واحد على موقف ناصر الزبزافي من النظام الجزائري الديكتاتوري الحقير. علاش ما كيجبدوش هذا الشيء؟ ناصر الزبزافي كيجبدوه حكا راه مناضل، راه دار. وقولوا لنا الموقف ديال ناصر الزبزافي. واحد النهار سعيد بارصه طلعت معاه، قلت ليه قول لي غير شنو قال وهبطني. سعيد بارصه راه ما كانش معنا في الحراك ديال الريف باش نعرفوا انا راه كيدير النضال، ما كانش معنا. ما كناش كنشوفوا هنا حدا ناصر الزبزافي ولا في الريف ولا. اخي سعيد، تبرى منهم ناصر الزبزافي. ناصر الزبزافي تبرى منهم من سجن فاس. وقسما بالله هؤلاء هادو اخي سعيد وصلوا حتى العرض ديال ام الزبزافي، وصلوا حتى العرض ديال العائله ديالو. راه كما قال الاخر، مش عيب قال لهم لا حنا واخا رانا معتقلين، ولكن رانا مع المطالب ديال الحراك اللي كانوا قبل اجتماعيه، ما عندناش شي حاجه اخرى. راه وصلوا، راه يا اخي سعيد، راه ضربوا حتى في الزفزافي مريضه بالكانسير الله يشافيها فيها، راه ضربوا حتى في امهات المعتقلين. وراه المعارضه راها ضوابط واخلاق واعراف اخي سعيد. المعارضه راها قيم ومبادئ. تعارضي ولكن عمرك تعطي اليد في بلادك ولا في الثوابت ديالك. ملي كنديروا الثوابت حنايا كنقولوا الله كدوله اسلاميه، كنقولوا الوطن كوطن، في هذاك المراه المغربيه، في هذاك خونا، فيها اختنا، فيها، كنقولوا الملك، يعني هي الملكيه ديالنا. هادو راه ثوابت، هادو راه ثوابت اخي سعيد. واللي قال لك شي واحد قراو التاريخ ديال الريف، قراو التاريخ ديال الريف عندما تعاون عبد الكريم الخطابي مع قبائل عربيه للهجوم على فاس. وهذا الشيء التاريخ والله ما قاريين التاريخ، والله ما قاريين التاريخ. نتمنى منهم يقراوا التاريخ، وانا اعرف الاغلبيه منهم المبادئ ديالهم ما كانتش هكا اخي سعيد. منين كانوا هنايا في المغرب اخي سعيد، انا كنعرفهم مزيان وهما كيعرفوني، ما كانوش هكا سعيد. الاغلبيه اليوم اللي كيجي كيقول لك هنايا راه كانوا معنا في مسيره نحن لسنا انفصاليين اللي درنا في الحسيمه اخي سعيد. الى المبادئ كتقلب بين ليله وضحاها، انا ما كان يعني ماشي معارض، حيث المعارض عنده ايديولوجيه اكتسبها، يعني اكتسبها عن طريق النضال والتشبع بافكار معينه كيعارض من اجل ذلك. اما المعارضه من اجل المعارضه ولا باش ندير البوزره، راه هذوك اللي قال لك قلت يا اخي سعيد باللي 60 سنه، باللي 60% هذوك اللي جراو عليهم راه اكثر. والكارثه العظمى يا اخي سعيد هو انهم جراو عليهم في يوم العيد، في يوم العيد اخي سعيد. انا عندي خالتي امي قال لك كانت كتوجد دير العرس لولدها، هبطي
داروهم في معتقلات اخي سعيد، والله ما ديت تما حتى الحيوانات، راه قبل ما يصيفطوهم من المغرب اخي سعيد راه داروهم في معتقلات لا تمس بالكرامه الانسانيه ولا بصله. داك الشيء اللي عندي يا سعيد، انا طلعت غير باش نقول لك المعارضه راه عندها ضوابط، عندها اعراف. دازوا معارضين اخي سعيد، راه هذا الاخ سميتو الاخر سميتو الاخر ناس الغيوان، كانوا حتى هما معارضين عن طريق الفن، ولكن كانت عندهم صله بالحسن الثاني. ودليل على هذا انه العربي باطمه مات في كلينيكا بالسرطان، وكان كيخلص كلينيكا كيخلص الحسن الثاني. هي المعارضه بالفن، كان المعارضه كاين المهدي المنجره، كاين مساله المعارضه في المغرب، ولكن كاين ضوابط المعارضه. اجي نعارض لاجل المعارضه، ولا باش ندير البوز، ولا باش ندير هذا، لا، باش انا نضرب في اختي المغربيه نقول لها راه كتمشي لقطر وكتمشي وراه الدعاره راه هي اقدم حرفه كاينه في تاريخ البشريه، راه كاينه في اي بلاصه. باش انا نجي داك الدعاره ديال العالم كامل نسمعها المغربيه ديالي، راه حشومه علينا، حشومه سعيد. داك الشيء اللي باغي يقول، واللي لا بغى اله الا يناضل يجاوب. الله محمد، لا اله الا الله محمد رسول الله. دابا هادشي انا هضرت فيه ذاك النهار، وهضرت فيه 2 مرات، ودابا هذه المره الثالثه. واتمنى صادقا ان هذه الهضره تثير عندهم واحد شويه نتاع الحس نتاع الشهامه والنخوه. اما شي حاجه اخرى الله يسامح، شي حاجه اخرى والله الا الله يسامح، غير شويه نتاع الشهامه والنخوه، رأفة باسمهم، الاسم اللي كيتشاركوه مع عائلتهم. واسيدي حنا خايبين، والمغرب خايب، وهذا الشيء كامل خايب. رأفة باسمك الذي تشترك فيه مع إخوتك وأخواتك وأمك وأبيك وأبنائك، هذيك الأسرة الصغيرة رأفة بها. كون راجل، كون شوية شهم ونخوة، وما تخلي لهمش الدل والعار. أنا هذا الرسالة ديالي فد والله العظيم، إلى يعني شفقة عنهم ورأفة بهم، وفقط، بدون زعما لا ضغينه، لا محاوله تصطياد في المياه العكيره، لا ولا زعما نتشكر عليهم، ولا لا 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 لا، شفقه ورأفه بهذيك الاسر نتاعهم اللي كنتمنى انه يردوا البال شويه للسمعه نتاعتهم. فهمنا؟ انا غادي نخرج هنا في المغرب، فين ما في اي بلاصه، اخرها اش غيقولوا اخرها كاع هادوك الناس اللي ضد فيك، ما غيقيسوكش في المسائل اللي عندها علاقه مع الاسره ديالك، ما غيقيسوكش في المسائل اللي عندها علاقه مع عائلتك، مع الانتماء ديالك. وبركه فكر غير بهذا اللوجيك هذا، وغادي تعرف اش كدير، وتعرف اش كتقول، وتعرف كيفاش تمارس المعارضه. بغيتي تعارض، الله يعاونك اخويا، راه ماشي انت الاول ولا الاخر. راه المعارضه من نهار بدا شي واحد يحكم عبر التاريخ وتزاد معاه واحد كيعارضو، من نهار بدا اول واحد حكم في هذه الارض، من حمورابي اول واحد دار القانون، سن القانون الوضعي. وهي غاديه الامور، غاديه فيها معارضه مسانده، شد عليا نقطع عليك، الصراع والصراع المضاد وما الى ذلك. اخي علي خليك معنا الا بغيتي، مرحبا. المهم اخي سعيد، نقول اخي الكريم باش نهبط نخلي الجيست. الله يحفظك اخي سعيد. اخي سعيد، انا قلتها لك ذاك النهار وكنقولها لك دابا، ما تهبطش النيفو، حيت ملي كتهضر عليهم بزاف راه كتهبط النيفو. انت انسان عندك حوار اكاديمي، عندك واحد النخبه كتفرج فيك، راه حتى المتتابعين راه ماشي بحال راه لاحظتي، راه غير لي كومونتير اللي كاين هنايا غتشوف النوع اللي عندك ديال المتابعين قيم. غير غنبغي نقول لك اخي سعيد، ما تهبطش النيفو، ما تعطيلهمش بزاف باش ما دير لهمش البوس، حيت ما تما والو. كاخر كلمه، اختي نرجس تحياتي لك، اختي غزلان نخليو لكم الكيست. الا واحد الحاجه، ما خصناش نحصروا الريف، ما خصناش نحصروا الريف ذاك الحقبه بين 1921 و 25. راه الزفزافي كان قاضيا يعمل عند السلطه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. انا ماشي ابو الزفزافي يا ربي، ابو عبد الكريم الخطابي، عبد الكريم الخطابي كان قاضيا معينا من طرف السلطه. وشكرا لكم، شكرا ليا، الله يحفظكم. اخويا سعيد، الحفيد ديال مولاي محمد
راه جاري هنا في قنيطره. من بعد ديك الهيئه ديال الانصاف والمصالحه راه رجع من مصر وكيهضر بالمصريه، ولكن راه جا وداير بروجي ديالو هنا في قنيطره وخدا البطاقه الوطنيه ديال المغرب، ما خدا لا ديال شي جمهوريه لا ديال حتى شي حاجه، وفرحان ديك البطاقه وراها لينا. انا هنا فين عرفتو راه خطابي. واحد القضيه والعائله الخطابي كلهم كيسبوها هاد السناطح. علاش كنقول لك راه ما كاينش الرجله، ما كاينش النخوه، ما كاينش الدره نتاع الشرف عند هاد الناس. كيقللوا من واش انت راجل، انت ريفي تسب بنت عبد الكريم الخطابي، بنت محمد بن عبد الخطابي يا صاحبي؟ راه واخا تقول لي قالت، ماشي غير بنت عبد الكريم الخطابي، واخا تعتنق اللي اعتنقاتو. سي سعيد ماشي غير الخطابي، المغربي عموما والريفي خاصه راه عيب انه يطعن في العرض ديال المراه، راه كيقلل من قيمته. فهادو ملي كيجيو حنا كنكونوا فاتحين لايفات كنساء مغربيات وكيجي انا سعيد البارصه ويكتب لي الخليج ويكتب لي هذا، راه انت الا كنتي انت ريفي وعندك نخوه الريف راه عرف انك كطيح بقيمه الرجل الريفي يا سعيد. هاد الصوره سعيد اللي دايره انا في البروفيل ديالي مصورها في باطو في اكادير، باطو ديال موحه وريفي عايش في سوس، وراه مصوره معاه فيديو اصلا، والعلم ديال المغرب ما كيخطاش. ومني كان كيصورني كيركز ليا على الدرابو ديال المغرب وكيصور وكيسلم عليكم المتابعين ديالك حتى هو. سي موحه ولد الناظور وعايش